امام عاشور. يعني تخيل كده، بقالنا بتاع 5 6 ماتشات ما فيش غير امام عاشور في النادي الاهلي. اه والله يعني من ساعه الهاتريك اللي جابه في افريقيا، هو ما فيش غير امام عاشور. يعني النهارده بيجيب جون عالمي، والماتش اللي فات يسجل، والماتش اللي قبله، والماتش اللي قبله، من اول ما جاب الهاتريك ما فيش غير امام عاشور هو اللي بيتحرك هنا وهنا. هو مع انه محطوط ناحيه الشمال، فما اعرفش لما بن شرقي يجي هيلعب فين، ولا ايه اللي هيحصل، ولا لما تريزيجيه يجي. فكده كده ليه مكان، يعني هو كده كده احسن واحد في مصر دلوقتي. محدش يقول لك زيزو ولا مش زيزو ولا الكلام ده كله، هي باينه خالص يعني. فالحمد لله على ال3 نقط. يعني احنا عايزين لحد الماتش الاسماعيلي. طب ما في مشكله حصلت معانا النهارده محدش هياخد باله منها خالص، ان كده ما فيش اي دفاع عندنا. ما فيش غير رامي ربيعه. الحاج رامي ربيعه خلاص، يعني مش فاهم هيلعب بقى ازاي. يعني احنا كنا عمالين نقول ما ينفعش رامي خلاص، رامي خلاص، وياسر خلاص. وقلنا مصطفى العش جايبينه باك شمال، بس هو موظفه كده. مش هنتكلم ان هو غلط والكرة خلاص وانطرد ومش عارف ايه. فاحنا مش هطلع اقول لك هي طرد ولا مش طرد. اصل في ناس بتطلع بتمسك على الواحد. فهي طرد على النادي الاهلي. انت عارف بقى لو هي للنادي الاهلي كان حصل موال وقصص وحكايات زي ما طلع قال لك ايه، ده حرام وبطوله حرام وبطوله حلال وماتش حرام وينفع، واللعيبه غطاسات عمال يلحن على ابو تريكه. انا مش فاهم يعني حرقاك في ايه يعني، وسايبينه بيطلع في القناه دي. طب ما تقول وش النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم يعني. فاحنا وبيطلع يقول لك ايه، ولو عليه بنطلع ننزل بيانات. لا احنا ما اخر حاجه بنفكر فيها التحكيم، عشان احنا لو احنا جه فينا جوان بالتحكيم او حصل فينا اي حاجه بالتحكيم، احنا بنبقى عارفين ومقتنعين. حتى لو احنا فزنا حلال، ان انت مفكر ان ومقتنع ان احنا بنفوز حرام، يعني كده كده احنا مقتنعين ان انت مقتنع بكده. فمش هنطلع نتكلم في كده نهائي، يعني مش هنقنعك باي حاجه. فدلوقتي مصطفى العش انطرد وطرد مباشر، يعني هيتوقف الماتش الاسماعيلي، وطبعا مش هيلحق ماتش الزمالك. فاحنا من دلوقتي هنعمل ايه يعني؟ هو اللي عمله بقى ان هو اكرم توفيق نزل باك يمين وطلع ومحمد هاني دخل دفاع. فده اللي هنلعب بيه في الاسماعيلي، ده اللي هنلعب فيه في الزمالك. ما حدش يقول لي الاسماعيلي دلوقتي ضعيف. انت شفت غزل المحله احنا فايزين بالعافيه. ما كل الفرق بتيجي كده، واخده حبوب ايه، حبوب كلاحه. بتبقى واخده حبوب كلاحه وحبوب اي حبوب بقى بتبقى نازله واخده حبوب. ان هو لا يعني ما بيعملوش كده قدام بيراميدز ولا قدام الزمالك. هما بيجوا قدام الاهلي اي فرقه لاحظها كده ايا كان، حتى لو كانت اخر الدوري. مدن الماتش اللي فات كله كده يعني واخد حبوب كلاحه، وانا هنزل العب قصاد النادي الاهلي. فمش فارقه معانا. فاحنا هنعمل ايه بقى الماتش الاسماعيلي؟ سيبك من النهارده خدنا ال3 نقط والحمد لله. هنعمل ايه قدام الاسماعيلي؟ هنعمل ايه قدام الزمالك؟ فاحنا هنطلع بقى دلوقتي، المفروض الناس هتطلع تعيط وتنزل بيانات والكره مش طرد ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاحنا مش هنطلع نقول، مش هنشمت الناس فين يعني. والله الكلام بتاع ما هو وش بقى خالد الغندور اللي هو طلع قال لك في الناس بتغطس في ضربات الجزاء، والناس بتمثل على الحكم والمدرب. ما انا هقول لك اهي الكره بتاعت امام عاشور، والمدرب بيدربهم. المدرب بيدربهم ازاي يقعوا في ال18 وازاي يعملوا سلو موشن عشان يضحكوا على الحكم، وازاي يضحكوا على الفار. كلام هبل بقى اللي هو قصد بيه النادي الاهلي. مع انه تقول له الزمالك بيتجامل والزمالك فيه غلطات حكام ومش عارف ايه، وبيراميدز نفس الكلام. يقول لك لا لا لا، هو النادي الاهلي بس، هو نادي واحد، هو لمصلحه نادي واحد بس. هو الدوري مش عارف الحكام مش عارف ايه، كل حاجه للنادي واحد بس اللي هو النادي الاهلي. طبعا هو مش قادر يقولها يا عيني. فهو بيلحم من بعيد لبعيد زي ما قال لك ايه. بيراميدز فازت، مش عارف احنا فزنا على بيراميدز. قال لك ما هو كانت ناقصه، كانت بتلعب ناقص واحد. النهارده احنا فزنا واحنا ناقصين واحد. نطلع نتباهى بحاجه زي كده ان احنا فايزين واحنا ناقصين واحد؟ ما احنا فايزين بالعافيه اهو. كنا وحشين وكان في حاجات كتيره وحشه في الملعب وفزنا. هنقول لك يعني احنا فزنا ناقصين واحد؟ لا مش احنا اللي بتاع الكلام ده، انت بتاع الكلام ده. يعني انت ايه بقى؟ فزت ماتش، ده احنا عندنا وقف قيد، ده احنا عندنا مشاكل، ده احنا عندنا اللعيبه رفع قضايا وفزنا. خسرنا هتقول نفس الكلام، ده احنا بنخسر عشان عندنا وقف قيد وعشان عندنا لعيبه مش عارف بتعمل ايه، وعندنا مشاكل وعندنا ما عندناش استقرار. يعني انت في كلتا الحالتين بتاخدهم. يعني انت كسبت بتقول نفس الكلام، خسرت بتقول نفس الكلام. فاحنا مش هنبقى زيك ونقول نفس الكلام بتاعك. انت عمال تلحن على النادي الاهلي، فده براحتك. فخلينا في مشكلتنا احنا بنطلع نتكلم. اطلع اتكلم على ناديك، عايز ناديك يبقى حلو. يعني تطلع تقول للاداره اتفرجوا على اداره النادي الاهلي، تطلع تقول للعيبه اتفرجوا على لعيبه النادي الاهلي، اطلع قول للجمهور اتفرج على جمهور النادي الاهلي. ده المفروض انت تعمله لو بتحب ناديك. ده لو انت بتحب الزمالك بس، انت من كلامك فانت ما بتحبش الزمالك، انت بتكره الاهلي. فانت لو انت عايز، يعني انت عايز الناس تبقى الزمالك يبقى مثلا يبقى رقم 2 مش بيراميدز دلوقتي في الوقت الحالي، تطلع تقول للناس تعمل كده للنادي الاهلي. والله على راي اسلام مادي تنام تتفرج على النادي الاهلي، سواء لعيبه سواء جمهور سواء اداره سواء ايا حاجه، كل حاجه يعني.